السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا في هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة وأن ينفع بها وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العمل الصالح. لا يخفاكم بأن حصتي من هذه الدورة تتعلق بالمقاصد الشرعية في الحج، والحج لا يخفى بأنه الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قال العلماء وجوب الحج من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أنه لا يسع مكلف أن يجهل وجوب الحج، خاصة وأن أهل الإسلام يعرفون الحج ويعلمون وقته، والناس يذهبون إلى مكة المكرمة لأداء النسك، ولذلك هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرت. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الحج، وبين أنه من فرائض الإسلام ومن أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. حج البيت. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمسمى بحديث جبريل، ويلقبه العلماء بأم السنة، كما قال القرطبي وغيره، قالوا أم السنة لأن هذا الحديث جمع الدين كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الشاهد قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والإجماع منعقد على وجوب الحج لمن استطاع إليه، استطاع يعني استطاع مالية أو استطاع بدنية أو كليهما. والمقصود بأن الحج هذا ركن من أركان الإسلام، ومن فضل الله على أهل الإسلام أنه أوجبه في العمر مرة واحدة، وذلك لما يشتمل عليه الحج من التكاليف ومن المشاق. ففيه تكاليف بدنية، فيه مشاق بدنية وتكاليف مالية، وفيه انتقال أيضا، يعني الإنسان ينتقل من بلده إلى مكة. ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسمى الحج جهاد، وهذا لما يشتمل عليه الحج من المتاعب والمشاق، ولما يشتمل عليه من التكاليف أيضا. ولذلك الحج هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله إليه. ولا يخفاكم بأن من تأمل في أركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، يجد سبحان الله، يعني يجد بأن هذه الأحكام إنما شرعها الله عز وجل وجعلها ميسرة فيما يوافق
طبيعة النفس البشرية، فالحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وذلك لما ذكرنا قبل قليل من التكاليف والمشاق. الصيام يجب في السنة مرة واحدة، وهو صيام شهر رمضان، وذلك لأن الإنسان يقدر على ذلك، وفيه من الفوائد والمنافع والبركات الشيء العظيم. والزكاة لا تجب إلا على من ملك أموال، وفيها شروط أيضا، يعني ليس كل من ملك مالا تجب عليه الزكاة، وإنما فيها شروط، ما يسمى بلوغ النصاب وحولان الحول، إلا في مسألة الزروع والثمار، الخارج من الأرض من الزروع والثمار يشترط فيه النصاب عند الحصاد، النصاب عند الحصاد، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد. لكن الصلاة سبحان الله العظيم أمرها عجيب، ولذلك الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ففرضها الله عز وجل في أول الأمر 50 صلاة، 50 صلاة، كما في الحديث العظيم حديث الإسراء، 50 صلاة. ولك أن تتخيل لو أن الأمر بقي على ما هو عليه. معلوم بأن المسلم يجب عليه أن يمتثل أمر الله، 50 صلاة في اليوم والليل، لكن الله تعالى لطف بعباده ورحم خلقه فخففها إلى 5 صلوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام هي 5 بالفعل 50 بالميزان، 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. ولذلك هذا قليل من يتفكر في يعني توزيع أركان الإسلام على هذه الصورة وعلى هذه الحالة، والإنسان لا بد أن يتدبر ولا بد أن يتفكر. ثم إن الحج فرض في السنة 9 على الراجح من أقوال أهل العلم، فرض في السنة 9 على الراجح من أقوال أهل العلم، فهو الركن الوحيد الذي تأخرت فرضيته. وفي السنة 9 لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لأن مكة ما زال فيها بقايا من أوضار الجاهلية ومن أرجاس الجاهلية ومن بعض التصرفات التي تتصادم وتتنافى مع الشريعة الإسلامية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمحض له الحج. لماذا؟ لأنه سيحج بالناس ليشهدوا المناسك حتى ينقلونها للأمة. ولذلك لما ذهب أبو بكر الصديق أردفه النبي عليه الصلاة والسلام بعلي ينادي بسورة براءة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كان يطوفون عراة بالبيت، من يأتي من غير قريش يأتون ويطلبون ثياب قريش الحمص، ويقولون بأن ثيابهم مدنسة فيضعونها تحت أقدامهم في الطواف، والمرأة تطوف بالليل والرجال يطوفون بالنهار، والمرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني الشيطان تسلط عليه، ولذلك بقيت مثل هذه الأشياء المنافية للإسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمحض له الحج خالصا فأخره ثم حج في السنة 10 صلى الله عليه وسلم، وسميت حجة الوداع. لماذا؟ لأنه ودع الناس فيها قائلا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم إنه بقي 3 أشهر أو 3 أشهر تقريبا، توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم 3 أشهر إلا أيام تقريبا، مات بعد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10. وأنا ذكرت هذا الكلام حتى أبين مسألة، وهي هل الحج على الفورية أم على التراخي؟ فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحج على التراخي. ما معنى على التراخي؟ يعني الواجب موسع، حتى لو كنت قادرا مستطيعا يقولون الواجب موسع، هذا تحج متى ما أردت. واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الحج في السنة 6
ولم يحج إلا في السنة 10، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم. والصحيح كما قال شمس الدين ابن القيم بأن هذا خطأ، وأن الحج إنما فرض في السنة 9 أو 10، ولم يفرض في السنة 6، ما فرض في السنة 6. من هذا قال بعض العلماء بأنهم بأن الحج يكون في السنة، بأن الحج يكون على التراخي، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخره. حتى على قول من ذهب إلى الفور، هم يقولون طيب النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه في السنة 9 وحج في السنة 10، فهذا يدل على أنه على التراخي. والواقع بأنه كما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخره سنة حتى تنظف مكة من بقايا الوثنية ومن بقايا الشركيات، حتى تطهر وتكون نقية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخره لهذا الغرض. بل ذهب بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال مشتغلا بالجهاد وخائفا على المدينة، ولذلك يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه: الحج على الفور إلا لمشتغل بجهاد. الحج على الفور إلا لمشتغل بجهاد. والمقصود بارك الله فيكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة 10 حجة الوداع. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفور متى ما إن استطاع الإنسان على الحج، متى ما إن استطاع الإنسان على الحج، وذلك لأن أوامر الله الأصل أنها على الفورية، أوامر الله عز وجل، وهذا دل عليه النقل والعقل. فأنت النقل الأدلة كثير: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في ذلك فليتنافس المتنافسون، وقل اعملوا. وأما العقل فأنت إذا قلت لولدك أو لمن لك عليه سلطة أو ولاية ائتني بهذا فتأخر عنه، لعد عاصيا لك. لو قلت لشخص من أولادك زوجتك من لك عليه ولاية ائتني بالشيء الفلاني ثم تأخر لا لسبب، عد عاصيا. ولذلك الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية والمال يجب عليه أن يبادر إلى الحج. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: الاستطاعة هنا الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. المالية أن يكون لدى الحاج قدرة مالية يذهب بها ويعود، يعني يكون عنده مال يذهب به ويعود، زائد على ماذا؟ على النفقة الواجبة، نفقة الزوجة والأولاد يكون زائد على النفقة الواجبة. الآن طبعا حملات، الآن الموجود حملات، الإنسان ما يسافر إلا عبر حملة، ولذلك يدفع المبالغ مباشرة، ويكون متأكد من أنه قادر على الحج. هذا الاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية أن يكون قادرا ببدنه في الذهاب، ركوب وسيلة النقل والذهاب إلى مكة والعودة. هذه يسمى الاستطاعة البدنية. ولذلك الناس في مسائل الاستطاعة على 3 مراتب. المرتبة الأولى شخص قادر بماله وبدنه، هذا يجب عليه أن يبادر إلى الحج. ولذلك كان الصحابة يشددون في هذا، عمر وعلي رضي الله عنهما يبعثون إلى الأمصار ينظرون في الذي عنده قدرة مالية واستطاعة بدنية ولم يحج، يشددون عليه ويغلظون الكلام عليه. الثاني شخص ليس عنده قدرة لا مالية ولا بدنية، هذا سقط عنه الحج، لا قدرة مالية ولا قدرة بدنية، هذا لا يجب عليه الحج. الثالث شخص لديه قدرة مالية لكن ليس عنده القدرة البدنية، الاستطاعة البدنية، عنده مال لكن ما يستطيع ببدنه، هذا ينظر
فإذا كانت عدم الاستطاعة مؤقتة ينتظر، وإذا كانت دائمة فإنه ينيب من يحج عنه. واضح؟ هذا الذي عنده قدرة مالية، استطاعة مالية، لكن ما عنده استطاعة بدنية، يقال ينظر في حاله. فإذا كان المرض الذي فيه مؤقت، عجز بسيط، عجز مؤقت، يقال ما ينيب أحد، ينتظر، ما ينيب أحد، ينتظر. فإذا استطاع حج. وأما إذا كان عاجزا عجزا كاملا بحيث لا يستطيع ركوب الطائرة ولا السيارة ولا أي وسيلة من وسائل النقل، ولا يستطيع أصلا يتنقل بين المشاعر، فهذا ينيب من يحج عنه. لماذا؟ لأنه الفقهاء يطلقون عليه معذوب، الذي هو عجزه عجز كامل. ويستدل لذلك بحديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحل، أفأحج عن أبي؟ قال حجي عن أبيك، قال حجي عن أبيك. فهذه يسمى الاستطاعة البدنية. فلا بد أن نفرق. إذن هذه 3 مراتب مهمة جدا ينتبه لها. طبعا الحج فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متنوعة، يعني لا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن تستقصى، ما يمكن، يعني لكثرة المنافع. بالنسبة لمقاصد الحج كثيرة جدا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العبادة الوحيدة التي اشتملت على كم كبير جدا من المقاصد هي عبادة الحج. كما أنها عبادة جمعت بين العبادة البدنية والعبادة المالية، كذلك هي فيها من المقاصد الشرعية الشيء العظيم، مقاصد شرعية اشتملت عليها فريضة الحج. ولذلك سنذكر بعض هذه المقاصد وأهم هذه المقاصد فيما يلوح من الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة وكذلك في الآثار. أول المقاصد الشرعية للحج هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. والمتأمل في فريضة الحج يجد هذا المقصد شاهدا في كل موقف من مواقف الحج. أبدا لك أن يعني تنظر وتستقرئ في هذه المناسك، تجد هذا المقصد هو المقصد الظاهر، وهو المقصد العظيم والأول من هذا. ولذلك لا يخفاكم بأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لغاية، وهي توحيده سبحانه وتعالى. أول أمر في القرآن ما هو؟ في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ابن عباس يقول: اعبدوا وحدوا، يعني اجعلوه واحدا في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له. ويقول جل وعلا مبينا الغاية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية من خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر لما لبى ماذا قال جابر؟ لبى بالتوحيد. يقول جابر: لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والتلبية هذه مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وانظر إلى تكرار نفي الشريك لله عز وجل، كررها في هذه التلبية مرتين. لبيك ما معنى لبيك؟ يعني إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك. لبيك اللهم يعني يا الله، لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك، لا شريك لك.
ولذلك هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ثم كرر ذلك، أتى بنفي التشريك والتنديد لله عز وجل مرة ثانية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. ولذلك أعظم مقصد من مقاصد الحج هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنت تلحظ هذا في كل موقف من مواقف الحج، من اللحظة الأولى التي يحرم فيها الحاج، فهو موحد لله عز وجل، ينفي عنه الشركاء والأنداد. هذا هو الحج في واقع الأمر. ولا يخفاكم بأن مسألة التوحيد هي أعظم قضية هي مسألة التوحيد. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى إنما بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأي شيء؟ لدعوة الناس إلى التوحيد. لاحظ الآن جميع قصص الأنبياء ما هو مفتاح دعوة الأنبياء والرسل؟ يا قوم اعبدوا الله. ما معنى اعبدوا؟ وحدوا، كما قال ابن عباس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء. والقضية الكبرى قضية الأنبياء مع أقوامهم هي هذه المسألة، مسألة التوحيد ومسألة الإيمان والشرك. ولذلك هي قضية القضايا. فمفتاح دعوة الرسل وقضيتهم الكبرى وصراعهم مع أقوامهم إنما كان لتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لله عز وجل وتجريده لله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العرب تعرف معنى لا إله إلا الله، العرب تعرف ما معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. فأنكروا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ الآلهة، لأن عندهم معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. ولذلك أنكروا هذه الكلمة، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم بأنه لا بد من تحقيق هذه الكلمة: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وأنت حينما ترى الحج وأعمال الحاج كلها توحيد لله عز وجل. التلبية توحيد، الصلاة توحيد، الطواف توحيد، السعي بين الصفا والمروة توحيد، كذلك بقية الأشياء التي يقوم بها الحجاج هي توحيد لله عز وجل. لماذا يطوفون حول الكعبة؟ لأن الله تعالى أمرهم بذلك: وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا يفعلون بقية المناسك؟ لأن الله تعالى أمرهم بذلك، إما نصا جاء في القرآن أو وحيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان العرب قد لوثوا الكعبة والمسجد الحرام وهذه المشاعر بهذه الوثنيات والشركيات، ولذلك كان الشرك ظاهرا، حتى إن الكعبة حولها وعليها 360 صنما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكان أحدهم إذا لبى كانوا يلبون تلبية شركية، كما عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف، طبعا يأتي في موسم الحج، فيأتي المشركون ليلبون، يقول: لبيك اللهم لبيك، فيصرخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويلكم، قد يعني يكفي خلاص هنا. فيكملون ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويلكم، قد انتهوا، قفوا عند هذه. فزادوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. أشركوا أيضا بالله عز وجل أن يقدمون القرابين ويريقون الدماء لمعبوداتهم من دون الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك أول مقصد من هذه المقاصد هو توحيد الله عز وجل. وهذا للأسف الشديد كثير من المسلمين ما فهموا هذا المقصد، ما فهموا هذا المقصد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر لبى بالتوحيد، الصحابة يلبون بالتوحيد. ولذلك مكة في السنة الأخيرة ما بقي فيها، في السنة الأخيرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فيها شيء من آثار المشركين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال إنكم على إرث أبيكم إبراهيم، هذا إرث إبراهيم عليه السلام. فنظف النبي عليه الصلاة والسلام مكة من أرجاس الجاهلية ومن أوثانها ومن عبثها ومن تبديلها لدين الله سبحانه وتعالى، فعادت ولله الحمد كما هي الحال الآن، عادت بلاد توحيد وبلاد سنة ولله الحمد والمنة. والمقصود بأن هذا أول مقصد من مقاصد الحج. حتى رمي الجمار إنما هو لتوحيد الله، لذكر الله، يعني لتوحيده سبحانه وتعالى. ولعلي أذكر هذا في يعني مقصد آخر بحول الله تعالى. هذا المقصد الأول العظيم، لأجل هذا يجب على المسلمين أن يعوا هذا الأمر وأن ينتبهوا له وأن يعلموا بأن أعظم مقصد في جميع العبادات ويظهر بشكل واضح في شعيرة الحج هو توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك كل موقف يقفه الحاج إنما هو قائم على توحيد الله عز وجل. المقصد الثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقصد عظيم، هذا مقصد من أعظم المقاصد أيضا، وهو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يظهر جلي في أعمال الحاج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والحجاج لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الحجاج أن يقفون في اليوم الثامن أو السابع في عرفة، وقوف شرعي طبعا، وقوف عرفة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين هذا اليوم هو يوم عرفة للوقوف، فقال الحج عرفة، وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. طيب هذا يدل على ماذا؟ على تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأشواط، يطوف الناس بالبيت 7 أشواط. الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل جل وعلا وليطوفوا 7 بالبيت العتيق. من الذي بين أن الطواف 7؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يستطيع أحد أن ينقص شوطا تعمدا أو أن يزيد شوطا تعمدا، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه جرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واستسلم له وأطاعه في مثل هذه العبادة، لعلمه بأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام شرط من شروط صحة العمل. السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار الآن، لو جاء شخص قال لا أنا أريد أن أرمي 6 حصيات بس، ما قبلت منه. أو قال لا سأزيد عامدا قاصدا غير شاك، أزيد أرمي بدل 7 8 أو 10، قلنا له ما يصح هذا. لماذا؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سبحان الله العظيم من أعظم مقاصد الحج هو تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يفعله الحجاج أيضا، إلا من ابتدع في دين الله فهذا له شأن. لكن الأصل أن الناس يبنون حجهم على المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يتجردون من المخيط بالنسبة للرجال، ويحسرون عن رؤوسهم، ويمتنعون عن محظورات الإحرام. من أين هذا؟ من أين؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه فرض لازم، وطريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عبادة لا تبنى على أصلين
مردودة على صاحبه. لا بد من هذين الأصلين أن يجتمعان في هذه العبادة. الأصل الأول ما هو؟ الإخلاص لله، وهو عمل قلبي. والثاني عمل جوارحي، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حج معه ما يزيد على 100,000، وكان بينهم صلى الله عليه وسلم كما وصف جابر الناس يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته ينقلون صفة حجه وصفة نسكه إلى الناس حتى وصلت إلينا، ولله الحمد والمن. كل هؤلاء يريدون أن يحققوا الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام مقصد عظيم كما ذكرنا قبل قليل، لأن الله تعالى قرن طاعة نبيه بطاعته جل وعلا في مقامات. عشرات الآيات جاءت في الأمر بطاعة النبي مقرونة بطاعة الله عز وجل. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. نصوص كثيرة، يعني من يتأمل القرآن يجد أن الله تعالى قرن طاعة نبيه بطاعته سبحانه وتعالى، حتى في الأذان وفي الإقامة وحتى في دخول الإسلام. ما يقبل من شخص أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط دون أن يشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه من أهم المقاصد بعد تجريد التوحيد لله وبعد بيان هذا المقصد، هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل دقيق وجليل. في كل دقيق وجليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من مزدلفة وفي الطريق قال لابن عباس: انزل فالقط لي. فنزل ابن عباس التقط له حصى كبير، ثم قال دون ذلك حصى صغير، ثم قال فوق ذلك، حتى التقط له مثل يعني حبة البندقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو. إياكم والغلو، حذر من الغلو صلى الله عليه وسلم حتى في مسائل الحصى. ولاحظ الآن أغلب المسلمين ماذا يفعلون عند الجمرات؟ يفعلون يعني الشيء الذي قد يوصف بالجنون، نسأل الله العافية والسلام، من الاتيان بالحجر الكبير ومن رمي الجمرة بالمظلات أو بكل ما يقع في يده. كل ما وقع في يده رمى به، ويأتي بنفسية مندفعة، ويأتي بكلام، وربما قال كلاما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أو لذكر الله. ذكر الله، أنك تذكر الله عز وجل. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات؟ كيف كان؟ هل الآن أغلب الناس على ذلك؟ الحمد لله، يعني السنوات الأخيرة نشوف ولله الحمد وعي، في وعي ولله الحمد. شوف الناس اللهم بارك يأتون بالسنة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة الصغرى وقف بعدها مستقبلا القبلة يدعو مقدار قراءة سورة البقرة. كم تقرأ سورة البقرة؟ الشيخ يونس؟ ساعة عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ساعة. ثم لما رمى جمرة العقبة الوسطى وقف بعد يدعو مقدار قراءة سورة البقرة. ثم لما رمى الجمرة الكبرى ما دعا بعد. لماذا؟ لأن هذه بعد العبادة، مثل ما قال ابن القيم رحمة الله أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دائما يكون داخل العبادة. عندك الجمرة الصغرى إلى الكبرى هذه كلها عبادة، دعا بعد الصغرى وبعد الوسطى. لما رمى الكبرى ما دعا، لأنه خلاص انتهت العبادة. طيب بربكم الآن اللي يفعلون بعض المسلمين حول الجمرة، هل هذا على هدي النبي؟ أبدا. هذا السب والضرب للبناء الإسمنتي ورمي الأشياء والنعال ورمي
بعضهم حتى يدخل في حالة غير طبيعية، يأخذ إزارة ويرميه، يأخذ إزارة ويرميه، فيبقى يأخذ رداء عفوا يرميه، يبقى الإزار بس. المقصود الله المستعان بأن هذا المقصد من أعظم المقاصد، ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يذهب حاج ويعود مأزور غير مأجور ومردود غير مقبول، نسأل الله العافية والسلام، والسبب أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام، خالف النبي عليه الصلاة والسلام، هدم ركن من أركان الحج أو مثلا فعل فعلا عظيما. فلذلك هذا يجري على بقية أمور الدين، وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفيده الإنسان لما يتنقل بين المشاعر والأماكن، هذا لا بد أن يجلس مع نفسه وأن يقوم لله متفكرا كيف أفعل مع بقية العبادات والطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وبقية الأشياء، لذلك واجب على الإنسان أن يحقق هذا المقصد العظيم، مقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكاثرت النصوص في القرآن بالأمر بطاعته، بل إن الله تعالى علق الهداية التامة الكامل على اتباعه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وشوف الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخالفونه في شيء ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، بل كانوا ينظرون إليه ليتابعونه في كل أمر من الأمور رضي الله عنه، لعلمهم بأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة في آخر حياته: قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج هل ذهب إلى جبل حراء ورقى هذا الجبل الذي كان يتعبد الله عز وجل فيه قبل البعثة؟ أبدا. هل النبي عليه الصلاة والسلام صعد الجبل الموجود في أرض عرفات وهو جبل إيلال، يسمونه الناس جبل الرحمة؟ لا، هو اسمه جبل إيلال، ما صعده. حتى خطبته المشهورة كانت عند الصخرات تحت الجبل. شوف الآن الناس الذين يذهبون يحرصون على مثل هذه الأشياء، فتجدهم في عرفات لا بد أن يرقى الجبل، حتى إنه يعتقد إذا ما صعد الجبل فليس له حج. وتعال وانظر إلى البدع والمخالفات، وانظر إلى الخلفيات التي يأتي بها الحجاج من أوطانهم، شيء مخيف. وأنا اشتغلت هناك واستلمت جبل عرفة سنة من السنوات، رأيت والله ما ينكي القلوب، ما ينكي القلوب ويقطع عنياط القلوب، ويبعث الأسف والحزن على أحوال المسلمين. هو فعلا يفتقرون إلى تعليم وتوجيه، وهذه مسؤولية العلماء في بلدانهم. كل عالم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، لدرجة أن بعض الحجاج كان يعتقد في الشاخص الموجود الذي هو علامة على أن هذا الجبل في منطقة عرفات، ويذهب يتمسح به ويطوف حوله، ويفعلون الشيء الذي والله يحزن الإنسان. والحمد لله الأمة أيضا فيها خير كثير وفيها وعي، ولله الحمد والمنة. كذلك غار حراء، يصرف بعض الحجاج وقت كبير جدا علشان يصعد إلى غار حراء، فتضيع عليه صلوات في المسجد الحرام، وتضيع عليه أشياء، ويذهب عليه الوقت، وربما سقط من أعلى، وربما مرض، وربما حصل له حادث. وهذا ما عندنا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن الناس يذهبون إلى غار حراء. ما صعده النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، لما جاء فجاءه الحق
ونزل وقال زملوني زملوني، الذي يظهر بأنه خلاص لما الآن قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قام النبي بالدعوة، ما اشتغل بالصعود إلى الجبل وما ذهب يتتبع بعض الأشياء. لذلك لابد يا أخواني بارك الله فيكم من توعية الناس أن يجردوا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وحجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفت وصفا دقيقا ابتداء من اليوم الذي خرج فيه من المدينة، صلى الظهر 4 ركعات، ثم وصل إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر 2 ركعتين، ثم كيف أن الناس اجتمعوا قبل ذلك أتوا من كل جهة، وكيف كان الناس يسألونه، وكيف المرأة ترفع صبيا لها. ما تركوا شيء، ما تركوا شيء. حديث جابر في مسلم ما ترك شيء، وبقية الأحاديث أيضا ما تركت شيء. فلذلك مهم جدا أن يقرأ على الناس وينبه الناس. هذا هو المقصد الثاني العظيم، وهو تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المقصد عظيم، لا بد للإنسان أن يتدبر وأن يعمل به في بقية العبادات والطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. المقصد الثالث إظهار العبودية الكامنة في صدر المسلم، وتظهر هذه من خلال الأعمال التي يقوم بها في مناسك الحج والعمرة كذلك. ولذلك العبودية هي أشرف وصف وصفه الله عز وجل وألحقه بأنبيائه ورسله. قل جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قل جل وعلا واذكر عبدنا أيوب. الله عز وجل نادى نبيه عليه الصلاة والسلام بأعظم نداء، وهو نداء العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولما قام عبد الله يدعوه. كل هذه تدل على أن العبودية مقصد عظيم. ولذلك الحجاج يظهر ذل عبوديتهم أمام عز ربوبية الله عز وجل في كل موقف من مواقف المناسك، وهو التذلل والتعبد لله والافتقار إليه والانطراح بين يديه والتعرض لنفحاته سبحانه وتعالى. فتجدهم مثلا يعني لما يحسر الرجل عن رأسه ولما يتجرد من المخيط، كل هذا تذللا لله عز وجل، تقربا إليه سبحانه وتعالى. وطبيعة الإنسان يتجمل بالثياب، لكن هنا افتقر إلى الله وانطرح بين يديه، ولذلك تجرد من المخيط وحسر عن رأسه. هذا إظهار لعبودية العبد بين يدي الله عز وجل. هذه التلبية العظيمة، هذه العظيمة كذلك هي دلالة على افتقاره إلى الله وحاجته إلى ربه ومولاه. أيضا بقية الأعمال، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمار، كل هذه جميع هذه هي فيها إظهار للعبودية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبى أظهر هذا صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لبوا أظهروا هذه العبودية وهذا التذلل وهذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا يلبون تلبية فيها هذه المعاني. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يكون حجه خالصا لله عز وجل، حتى إنه كان يقول لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج يذهب وهو عبد مفتقر ذليل منكسر بين يدي الله عز وجل. ولذلك الذي فهم الحج وفهم مقاصد الحج هو الذي يسكب العبرات هناك، هو الذي يكثر من استثمار كل لحظة من لحظات وجوده هناك متلبسا بالإحرام في
في الافتقار إلى الله وفي سؤال الله سبحانه وتعالى. هل هذا بربكم الآن؟ أغلب الناس فهموا هذا. الذي يظهر لي والله أعلم أن كثير من المعتمرين وكثير من الحجاج ما فهموا هذا المعنى، ما فهموا العبودية هذه التي تظهر بشكلها الواضح الصريح في مناسك الحج والعمرة. والدليل على ذلك ما يحصل الآن من التصوير وما يحصل من يعني تقطيع الوقت فيما لا فائدة من ورائه أو ما فيه ضرر. هذا الحاصل الآن. يعني تجد بعض الناس يطوف حول الكعبة ويصور، ماسك المحمول يصور نفسه. طيب ماذا تريد بهذا التصوير؟ أفهم أنا أنك تريد من هذا تقول للناس شوفوني أنا في عبادة. هذا اللي أفهم أنا. وبعض الناس للأسف يعني في كل موقف من مواقف المناسك لا بد أن له لقطة مثل ما يقولون أو صورة، حتى إنهم أشغلوا عباد الله. يعني في الطواف وهو يطوف يقطع على طائف طواف يقول صورني، يعني أنت صورني. وزيادة على ذلك انتهاك يعني خصوصيات الناس. هذا الذي يطوف يصور نفسه ويصور من حوله، أليس كذلك؟ يصور اللي يطوفون معه. طيب بأي حق تنشر صور الآخرين؟ كان بعض السلف إذا يدري ما يعلم به أحد، وإذا علموا به اختفى، ما يريد الناس أن يعرفونه، يبكون ويدعون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو قرأنا في سيرة السلف الصالح وجدنا عجبا كيف كانوا في الحج في حالة من الخشوع والتذلل والانطراح بين يدي الله عز وجل والبكاء والدعاء لله عز وجل. كان يحرصون على أن لا ينتهي الحج إلا وقد غفر لهم ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذا للأسف الآن أغلب الناس يعني على خلاف ذلك. حتى للأسف يعني يوجد في بعض المجتمعات إذا حج لا بد أن يلقب بالحجي أو المرأة بالحجية. موجود ولا لا؟ حتى يعني بعض الناس ربما يغضب إذا ما قلت له الحجي أو الحجية مثلا. سبحان الله. نحن يعني الإنسان يحج وما يدري قبل الحج منه أم لا. الإنسان يعمل العمل وما يدري، ما يدري. لذلك الإنسان يقرأ في قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. محمد بن واسع أظن أو غيره نسيت، بكى بكاء حتى إن أهله أشفقوا عليه، فذهبوا إلى أخ له من العلماء ليأتي ليعرف لماذا يبكي. فلما دخل إليه يسأله يعني ما الذي أبكاك؟ قال قرأت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مع أن هذه الآية سياقها إذا قرأت سياق الآية تعرف في من، ومع ذلك يقول ما أدري كيف ألقى الله وما الذي أمامي. فبكى جاره أو صاحبه، قالوا أتينا بك حتى تهدئه فبكيت معه. لذلك بعض الناس الآن يعمل هذه الأعمال وكأنه أخذ صك فيها بأن الله تعالى قد قبله، وهذا حقيقة من الأمور الخطيرة. فلذلك لابد من إظهار العبودية لله عز وجل. هناك تظهر العبودية لله، وكل مشهد من مشاهد الحج وكل موقف هو حقيقة فيه عبودية عظيمة لله عز وجل. أما هذا التصوير وأما هذه المباهاة وهذا الرياء، هذا خطر على عبادتك. الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الرياء هذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة منه. قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. هذا الشرك الأصغر الرياء خافه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخفى من دبيب النمل، يتسلل إليك وهو خفي. كيف الآن الإنسان يذهب إلى هناك ولا يفهم معنى ذهابه إلى هناك، ويأتي بهذه، وبعضهم بل ينقل هذا على الهواء مباشرة، يبث، يسمون البثوث، يبث بث حي وهو يطوف وهو يسعى وهو يرمي الجمرات وهو في عرفة.
لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة دعا الله دعاء طويلا، حتى إنه ركب راحلته يدعو حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس. لذلك أعظم مقصد من مقاصد الحج هو تحقيق هذه العبودية التي أعظم وأشرف شيء ينادى به الإنسان ويلقب به من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال: قل يا عبادي وعباد الرحمن، وأنبياءه شرفهم بهذا الأمر: واذكر عبادنا واذكر عبدنا فلما قام عبد الله يدعو سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. العبودية هذه ليست دعوة وليست شيء، إنما عبودية التذلل والانطراح، تظهر ذل عبوديتك أمام عز ربوبية الله عز وجل في صورة الدعاء وفي صورة الذكر، في صورة الخوف وفي صورة الرجاء، وفي صورة أيضا إحسان الظن بالله عز وجل، في صورة العمل، تعمل تقوم بالعمل. هذا من أعظم المقاصد، وهذا هو المقصد الثالث. المقصد الرابع من المقاصد الشرعية للحج، حج بيت الله الحرام، هو تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. ولذلك جميع العبادات إنما شرعت لتحقيق التقوى. قد جاءت النصوص في هذا مؤكدة على ضرورة فهم الإنسان لهذه العبادات، وأن المقصد منها تحقيق التقوى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى هي مما أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي التي وصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ما عند الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى حقيقة في القرآن تأتي على معاني كثيرة على حسب السياق، فتأتي بمعنى الإسلام، وتأتي بمعنى الإيمان، وتأتي بمعاني كثيرة. ولذلك التقوى من أهم مقاصد الحج هو تحقيق التقوى لله عز وجل. ولهذا نرى الحجاج يحرصون على تحقيق هذا الأمر لمن فهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجدهم يحرصون على أن يأتوا بمناسك الحج. وفي الغالب أن الحجاج على وجه التحديد لديهم خشية في أن يذهب عليهم الأجر والثواب، فتجدهم يحرصون على الاتيان بأعمال الحج. ولذلك من أعظم المقاصد هو تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. المقصد الخامس من مقاصد الحج طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي ينتقل من وطنه ويرتحل من بلده ويبذل هذا البذل سواء المادي أو البدني يريد ماذا؟ يريد رضوان الله عز وجل. وليس هناك أعظم من طلب رضوان الله عز وجل. حتى أهل الجنة يتمنون رضوان الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة بعد دخولهم الجنة يعني تفيد الأحاديث أنهم يخشون أن ينقلوا عن هذه الدار وعن هذا النعيم، فلما يأتيهم الله عز وجل ويرون الله عز وجل ينظرون إليه بأبصارهم ويرون وجهه الكريم، رزقنا الله وإياكم رؤيته، يقول لهم الله جل وعلا: تمنوا يا عبادي. ثم إن الله جل وعلا
يبشرهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبد. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبد. ولذلك الحجاج عموما، الرجال والنساء، لما يذهبون إلى هناك ماذا يريدون؟ يريدون رضوان الله جل وعلا، يريدون رحمة الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يرجعوا إلى ديارهم وأوطانهم براء من الخطايا، أنقياء من الذنوب والآثام. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام لمن حج الحجة المبرورة أن له هذا الجزاء العظيم، أن له هذا الجزاء العظيم، فليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل الصغير الذي لا خطيئة عليه ولا ذنب عليه، يرجع الحاج إن هو حج حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال بالباطل كيوم ولدته أمه. وهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. ولذلك كان السلف يحرصون على الحج ويكررون الحج. لماذا؟ طمعا في هذا الأمر والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. لذلك مسألة يعني من مقاصد الحج أن يطلب العبد رضوان الله. هذا كيف يتحقق؟ كيف يتحقق؟ يتحقق أولا بالمقصد الأول اللي هو ذكرناه قبل قليل، ما هو؟ تحقيق التوحيد. ويتحقق بالمقصد الثاني، ما هو؟ تجريد المتابعة. ويتحقق بالمقصد الثالث، ما هو؟ العبودية. خلاص، بهذا الأمر يسير لمن يسره الله عليه. إذا فعلا أنت يعني ذهبت وأنت تفهم هذه المعاني نلت رضوان الله، لأن الله تعالى شكور سبحانه وتعالى، أمرنا بالعمل ووعدنا بالجزاء الحسن. قل جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل ما وعد هكذا، وعده الحق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما. لا أحد. لما وعد الله عز وجل الحجاج إنهم فعلا حجوا حجة مبرورة غفر لهم وأنالهم رضوانه، اطمئن، أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعض الحجاج سبحان الله العظيم إذا عاد من بلده بعد رحلة شاقة مليئة بالمخاطر، مليئة بالتعب، مليئة بالجهد، لما يرجع يشعر بلذة، يجد طعمها في صدره ولذتها في قلبه. هذا والله أعلم تدل على ماذا؟ على القبول، تدل على القبول وأن الله رضي عنه. وهذا عند أغلب الحجاج. ولذلك العاقل من الحجاج هو الذي يسيطر على تصرفاته وعلى نفسه، ويحرص على أن يبقى هذا الحج لا يشوبه شيء ولا يكدره شيء حتى ينال رضوان الله سبحانه وتعالى. المقصد السادس من مقاصد الحج العظيمة الشرعية ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال ومن أرفع العبادات ومن أجل الطاعات. فالله جل وعلا أمر بذكره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأثنى الله جل وعلا على الذاكرين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل إن الله عز وجل أمر بذكره على كل حال، على كل حال. يعني حتى في أضيق الأحوال وأشد الأمور يجب على المسلم أن لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. حتى في هذا اثبتوا واذكروا الله. في الصلوات الله عز وجل قال: أقم الصلاة لذكري ولذكر الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه،
يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في السفر وفي الحضر، يذكر الله في السلم وفي الحرب، في الصحة والمرض، يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ما يمنع من ذكر الله شيء، حتى إنه ليخيل إليك أن النبي عليه الصلاة والسلام ألهم الذكر فأخذ يتردد على لسانه تردد أنفاس صدره وتكرر لحظات عينه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نتأمل في نصوص الحج نجد بأن ذكر الله عز وجل جاء حاضرا في هذا، ذكر الله عز وجل، ذكر الله على كل حال، من بداية الإحرام، التلبية هذه العظيمة. لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية عظيمة، ذكر لله عز وجل. ثم يبقى يلبي حتى يطوف بالكعبة. هذا من ذكر الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أو لذكر الله، لذكر الله. فأنت تذكر الله في الطواف، وتذكر الله في السعي، وتذكر الله عند الجمرات، تذكر الله عند الجمرات. كذلك تذكر الله في عرفة، وتذكر الله في مزدلفة، وتذكر الله في منى، تذكر الله في منى، وتذكر الله على كل حال، في الذهاب والإياب، وفي على كل حال، على كل حال. حتى عند ذبح الهدايا والأضاحي تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآيات. كان أهل الجاهلية بعدما تنتهي المناسك يقيمون في مكان يذكرون فيه آباءهم من باب المفاخرة، يتفاخرون بآبائهم وبقبائلهم. فالله تعالى أنكر على هؤلاء، قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العادة الشركية التي فيها نزعة والعياذ بالله شيطانية في عبادة من العبادات. ما دخل ذكر الآباء في نسك من المناسك، ولذلك جاء ذكر الله عز وجل. وهنا مقصد عظيم، وهو أن الحاج يجب أن يكون الذكر قد استغرق وقته كله، وأن يذكر الله كثيرا، يذكر الله كثيرا، ليس يذكر الله ذكرا قليلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل هذا الآن يفعله الحجاج؟ قد يكون هناك من يفعل هذا، لكن الغالب للأسف يعني منصرفين مشغولين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف الصالح يحرصون في الحج أن يتجنبوا الناس. سعيد بن جبير وسفيان الثوري، يعني سفيان الثوري كان يبكي في الحج بكاء يعني شديد. سعيد بن جبير وهم من هم، ومع ذلك تجد عندهم من استغلال واهتبال واستثمار الوقت في ذكر الله الشيء العجيب، الشيء العجيب. وهذا يجعلك أيضا بعد الحج أن تجعل ذكر الله عز وجل لك عادة، ونفسك إلى كثرة ذكر الله منقادة، بحيث يكون ذكر الله لك شعار. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينبه على ذكر الله. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فقال لأصحابه: هذا جمدان، وجمدان جبل معروف، قال: هذا جمدان سبق المفردون.
قال الصحابة: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذاكرون الله كثيرا، يذكرون الله. النبي عليه الصلاة والسلام شجعهم على ذكر الله ويذكرهم بذكر الله. هذا جمدان، يعني اذكروا الله حتى تصلوا إليه. سبق المفردون سباق في ذكر الله. والعجيب أن ذكر الله من أسهل العبادات. أسهل عبادة هو ذكر الله. والأعجب انصراف الناس عن ذكر الله عز وجل إلا من رحم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم، وأيضا وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. إيش هو ذكر الله؟ لا إله إلا الله. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا به. هذا ذكر الله. يعني بعض الناس يتخيل ذكر الله شيئا، لا، هذا هو ذكر الله. وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله، هذا أعظم الذكر. ولذلك كل مشهد وموقف من مواقف الحج فيه ذكر الله يدل على ماذا؟ على أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، أنك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عظم يوم عرفة وبين منزلته ماذا قال؟ قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك مهم جدا أن يفهم المسلم بأن هذا مقصد عظيم، وأن ذكر الله لا يقف عند انتهاء مناسك الحج، وإنما يعود به الإنسان إذا كان هو ممن كان ضعيفا مع هذه العبادة الجليلة، وليتأمل في نصوص القرآن يجد كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، يرطبون ألسنتهم بذكر الله. وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، حال الصحابة الكرام. وكل إنسان يريد فعلا أن يلين قلبه عليه بذكر الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: يا أبا سعيد، ما علاج قسوة القلب؟ قال: ذكر الله. اذكر الله يلين قسوة قلبك، ذكر الله تلين القلوب القاسية. قل جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكر شمس الدين ابن القيم للذكر فوائد، قال: فوائدها تزيد على 100، وعد منها ما يزيد على 70. ومن تأمل القرآن والسنة ونظر وقرأ في شروحات أهل العلم رأى لهذا الذكر يعني الفوائد الأثيرة والبركات العديدة التي فعلا هي من هبات الله عز وجل لنا ومن رحمته بنا أن يسر لنا هذا الذكر. وبالمناسبة الذكر ليس له شروط، يعني شروط صحة. الذكر لا يشترط له الطهارة، لا الكبرى ولا الصغرى، ولا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يشترط له القيام، ولا يشترط له مكان، ولا يشترط له زمان، ما أبدا. أنت الآن وأنت جالس في هذا المجلس المبارك ممكن تذكر الله، وتذكر الله في نفسك فيذكرك الله في نفسه سبحانه وتعالى. في السيارة، يعني بعض الناس الآن يقف عند الإشارة ومع الزحام ويجد أنه متضجر ومتأفف. طيب اذكر الله، استغل هذا الوقت اللي أنت في الزحام، استغله في ذكر الله. الآن زحام ما تستطيع أنك تتجاوز، يعني هذا قدرك، أنت الآن في زحام. طيب ما يفكر الإنسان أني أنا أستغل هذا الزحام أستثمر في خير، أجعل سلم أترقى فيه في الخير؟ ممكن أذكر الله عز وجل،
يقول لي بعض الفضلاء بأنه حفظ القرآن عند الإشارات، يعني لما يروح في الطريق، كان يسكن في بلد يقول فيه زحام شديد وكذا، يقول فكرت في هذا فقلت لماذا لا أضع لنفسي برنامج وكذا وأحفظ القرآن. حفظ القرآن، مشهور، هو من القراء المشهورين. حفظ القرآن، يقول في طلوعي من البيت إلى الجامعة ورجوعي يعني شفت هدر في الوقت ونزيف، عندي نزيف في الوقت، لماذا ما استغل في حفظ القرآن؟ حفظ القرآن. أنا أعرف أشخاص استمعوا إلى آلاف الساعات من دروس العلماء في السيارة، يقول استغل وقتي في السيارة، ما شاء الله حط يعني دروس ويستمع إليها في السيارة، يستغل وقت. المقصود بأن ذكر الله من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. تعبتوا؟ ها؟ غازي نكمل ولا شيخ يحيى؟ طيب نعطيكم مقصد وبعدين نعطيكم راحة. المقصد السابع، المقصد السابع من مقاصد الحج العظيمة الوقوف على حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا البيت بيت عظيم، وأنه ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وأيضا بقايا آثار إبراهيم عليه السلام. لذلك قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البيت قواعده مبنية. من الذي وضع القواعد؟ عندنا أقوال لأهل العلم، ما عندنا نص يمكن الاعتماد عليه أو الجزم به على أن وضعته الملائكة أو آدم، أو أن الله تعالى خلق القواعد هكذا. النصوص التي عندنا أن الله تعالى أمر إبراهيم برفع القواعد، إذن القواعد في الأرض والبناء رفعه إبراهيم وإسماعيل، وكان يدعوان الله عز وجل. وثبت ورد أن آدم عليه السلام حج البيت، فإذا صحت الرواية هذه يكون البيت مبني، القواعد والبنية هذه والبناء موجود، وأن آدم حجه. وإذا قلنا بعدم صحة هذه الرواية وهي مروية عن جمع من السلف، يكون البداية من إبراهيم عليه السلام. لكن جاء في أحاديث يعني بعض أهل العلم قال تنتهض إلى الاحتجاج، أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت. وحقيقة هذه أسانيد هذه الأحاديث والآثار يعني منتقدة، لكن الثابت، وقد صح هذا جمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جمعا من الأنبياء حج البيت، ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر يونس عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر أن مسجد الخيف صلى به 70 نبي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بواد سأل: ما هذا الوادي؟ ما اسم هذا الوادي؟ قالوا: الأزرق. قال: كأني بموسى ابن عمران يلبي، مر بهذا الوادي يلبي، يرفع صوته بالتلبية عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكر يونس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر الزمان أنه سيحج البيت عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى ما حج البيت، فسيحجه في آخر الزمان. عموما نستطيع القول بأن الأنبياء جميعا حجوا البيت، لكن على التحقيق وإجراء الأحاديث والآثار على القواعد الحديثية نتحصل بأن الأحاديث التي جاءت بذكر العدد 70 نبيا، وذكر موسى، وذكر يونس، وأيضا إبراهيم وإسماعيل، طبعا لأنهما اللذين بنيا البيت، اللذين بنيا البيت، نعم، إبراهيم وإسماعيل، وكان
قد أمر الله جل وعلا إبراهيم بأن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، ولذلك من مقاصد الحج أنك تقف على هذه المعاني العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم على ماذا؟ إرث إبراهيم، على إرث إبراهيم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وأيضا جاء عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام بعدما أكمل بناء البيت رأى رؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رؤيا عجيب، والقاعدة أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. فرأى إبراهيم عليه السلام، وهذا امتحان عظيم من الله عز وجل له، لأن إبراهيم ما جاءه الولد إلا على كبر. إبراهيم ما أتاه الولد إلا على كبر، فولدت هاجر إسماعيل، ثم ولدت سارة إسحاق بعد ذلك. فلما بلغ معه السعي أصبح إسماعيل يساعد والده ويقف معه، خاصة وأنه دلف إلى سن متأخرة. جاءه الابتلاء العظيم والبلاء العظيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليس العجب من إبراهيم، بل العجب من تسليم إسماعيل لله رب العالمين. فلما أضجع إبراهيم إسماعيل وتله للجبين وانتضى سكينه باليمين وعزم عزم صدق على أن ينحره لله رب العالمين وأجرى السكين على رقبته، نودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بالسلامة والكرامة يحيى: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. والفداء كان ما هو؟ وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. ولذلك يقول ابن عباس: لما قاد إبراهيم إسماعيل لينحره في منى عرض له الشيطان ليثنيه عن المضي في هذا الأمر، فرجمه إبراهيم حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له مرة ثانية، يعني يحاول أن يثنيه، يقول له: كيف تذبح ابنك؟ كيف كذا؟ يحرك فيه العرق الأبوي والعاطفة. فرجمه إبراهيم ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرضه له ثالثة عند الجمرة الكبرى العقبة، فرجمه حتى ساخ في الأرض ولم يعرض له. ولذلك يقول ابن عباس: أنتم ترجمون الشيطان وأنتم على ملة أبيكم إبراهيم، على ملة أبيكم إبراهيم وترجمون الشيطان، يعني أن يذكر بهذه الحادث. الله عز وجل جعل علامات للبيت الحرام، منها مقام إبراهيم: ولله على الناس حج البيت، يقول جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قيل المقام هذه الحجارة التي كان يصعد عليها إبراهيم ليكمل البناء، فجعل الله جل وعلا أثرت قدم إبراهيم في الحجارة فبقيت إلى الآن. ولأبي طالب شعر يذكر هذا، يذكر كيف بقي هذا الأثر. وقيل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني المناسك التي كان إبراهيم عليه السلام يقوم بها هنا وهنا، الطواف والسعي وبقية الأشياء. هذا أيضا يتذكر الإنسان فيه أنبياء الله ورسل الله سبحانه وتعالى. كذلك السعي بين الصفا والمروة، وقصة هاجر عليها السلام. تعلمون بأن إبراهيم أمره الله جل وعلا بأن يذهب أمر بأن يذهب بهاجر وبإسماعيل، وكان رضيعا، إلى هذا المكان، وكان قفر، هذا المكان كان قفر،
وحجارة سوداء وأرض مشهبة ومكان غير صالح للحياة، لا طائر يقع عليه ولا دابة تستطيع العيش فيه. فأمره الله فاستجاب لله عز وجل، وذهب بهاجر وإسماعيل، وهاجر لا تعلم يعني سبب هذه الرحلة، فوضعهما هناك ثم ألقى لهما جرابا من تمر وماء، وضرب عنق راحلته راجعا إلى فلسطين أو إلى الشام، فنادته هاجر تقول له إلى أين؟ يعني حادثة غريبة ما يمكن إلا يكون هناك سبب. وإبراهيم التزم الصمت، ما يتكلم، لأن الله تعالى ما أمره أن يقول شيئا. فلما عرفت بأن الأمر خارج عن اختيار إبراهيم عليه السلام قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. شوف التوكل على الله والاعتماد على الله. قالت لا يضيعنا الله. سبحان الله، أرض ما يمكن يعيش فيها يعني مخلوق، ومع ذلك لما ولى قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم أكثر من الدعاء، وهذا فيه بيان حاجة العبد إلى ربه خاصة حينما يدعو. طبعا بلغ الجهد بإسماعيل حيث جف ضرع هاجر، ولم يجد إسماعيل قطرة لبن، وأمام صراخ إسماعيل وأمام هذا المكان القفر الموحش ذهبت تصعد على الصفا ثم تذهب إلى المروة علها تجد أحدا، ثم وهي على المروة أو على الصفا سمعت صوتا فأخذت تسكت نفسها تقول صح يعني اسكتي، فنظرت فإذا الماء ينبع بجوار إسماعيل عليه السلام. أتى جبريل فضرب الأرض بعقبه فنبع بئر زمزم هذا الآن الذي يستقي منه الناس، وفيه من البركات الشيء العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فأتت فوجدت سبحان الله نبع فوار. ثم بعد ذلك دبت الحياة في هذا المكان حينما جاءت قبيلة جرهم، وما كانوا يصدقون بأن هذا المكان فيه يعني كائن حي. حينما رأوا الطيور تحوم حول هذا المكان قالوا لا بد من وجود شيء. ثم بدأت القصة وبدأت الحياة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمقصود وأنت تذهب إلى الحج لا بد أن تستشعر هذه الأمور وتتذكر ما عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أترككم للراحة اليسيرة ربع ساعة إذا رأيتم، تزيد أو تنقص على حسب الحال، ونعود لنكمل الحصة الثانية في هذه الدورة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.